نعمل الطاجن الرز المعمر وكمان الكفتة التحفة الجميلة اللي محدش بيختلف عليها دي. هنبدأ كده مع بعض على طول، ومعايا الكفتة وكمان هنزل بالحلة على النار فيها معلقة زبدة كده كبيرة وكمان معلقتين زيت. هستنى بقى لما الزبدة بتاعتي كده تسيح وانزل كده بالبصل بتاعي. معايا بصلاية كبيرة مقطعاها كده مكعبات صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وهقلب بقى البصل بتاعي كده كويس لحد ما يبدأ ان هو كده ياخد لون بسيط. وهنزل كده بمعلقة توم. انا بحب ان انا اطبخ الكفتة بتاعتي ببصل وتوم. في ناس بتفضل ان هو التوم بس لا، جربوها والله العظيم بالبصل وكمان توم معاها بتبقى في حتة تانية خالص. طبعا البصل بتاعي بدأ ياخد لون، هنزل كده بمعلقة التوم بتاعتي. مش بحط التوم من الاول عشان التوم ما ينحرقش، لازما البصلايه بتاعتك تخش في اللون الاول وبعد كده تنزلي بالثوم بتاعك عشان ما ينحرقش وما يمررش. طبعا بعد ما اخدوا معايا اللون كده هنزل بقى بالطماطم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا بتقلبي بقى الطماطم كويس وهتنزلي بالتوابل بتاعتك. التوابل معايا عبارة عن مكعب مرق وفلفل اسود وكمون وبهارات لحمة وكزبرة، مش بحط اكتر من كده. وكمان معلقة سكر، لازم معلقة السكر دي بقى عشان كده الحرقان والحمو صراحة بتظبط معايا الطعم وبتطلع معايا مظبوطة جدا. طبعا سبت ده كله كده يسبك مع بعضه التوابل مع الطماطم بتاعتي، وبعد ما سبكت كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده هنزل بقى بالكفتة. طبعا لو عاوزين تعرفوا الكفتة دي معمولة ازاي اكتبولي في الكومنتات وانا هعملها لكم من اول طريقة بتاعتها، لان هي عبارة عن لحمة كده ورز يعني. فاكتبولي وانا هعمل لكم طريقتها. طبعا حطيت بقى الكفتة بتاعتي كده وهغطي الحلة بتاعتي واسيبها ان هي تتسبك كويس. وبعد ما اتسبكت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده هبدأ بقى ان انا ازودها المية بتاعتها لحد المية كده ما تغطي الكفتة وتسيبها بقى تستوي كده كويس، لان هي عبارة عن كفتة لحمة فلازم هتغيب معاكي شوية في السوا. زودتها بقى كده وسبتها ان هي تستوي كده مع نفسها، وهوريها لكم بعد ما استوت شكلها عامل ازاي. قبل بقى كده ما اغطيها نزلت كده بفص توم صغير مفروم عشان كده يطلع ريحته. انا بحب الخطوه دي قوي، بعد ما تزوديها تحط لها بقى كده الفص التوم الصغير ده بتخليها في مكان تاني خالص. وهنعمل مع بعض بقى الرز المعمر الجميل اللي انتوا شايفينه ده كده. معايا طاجن رز معمر، هياخد الطاجن معايا ده 3 كوبايات بالمج اللي انتوا شايفينه ده من الرز. طبعا الرز المعمر مع الكفتة بقى بتبقى حاجة تانية، أكلة جميلة يعني كلنا بنحبها. غسلت بقى الطاجن بتاعي ونزلت كده بالزبدة بتاعتي ومعلقتين زيت كمان عشان الرز يبقى مفرفر معايا كده وجميل. طبعا نزلت بقى بالزبدة بتاعتي وكمان غسلت الرز وصفيته كده كويس ونزلت فيه في الطاجن. ومعايا بقى اللبن. طبعا الطاجن ده واخد معايا 3 كوبايات رز، هياخد 3 كوبايات لبن وكوباية مية. لازم المية عشان الرز يطلع معاكي مظبوط. وكمان بعد ما اللبن بتاعي غلي نزلت فيه بمعلقة ملح وقلبته كويس الملح مع اللبن، ونزلت كده زي ما انتوا شايفين على الرز. وهدخل بقى الطاجن بتاعي الفرن وطلع معايا بالشكل الجميل ده كده. وقدمت معاكم الكفتة الجميلة، أكلة جميلة محدش بيختلف عليها، أكلة روعة جدا. وكمان مع الرز المعمر بتبقى في مكان تاني خالص. ولو وصلت بقى معايا لحد هنا ما تنسوش تدعموني في القناة واللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد ويوصل لكم أكلات معانا جميلة وتستفادوا معانا. واشوفكم على خير ومع السلامة.